لا 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 لا، ما تقلقش. متقلقش، انا بس كنت بجرب حاجة كده. تعال اقولك، تعمل ايه لو لقيت نفسك لوحدك؟ تسمع حاجة يمكن تكون رعب. ايه؟ هتقفل عينك وتحط سماعتك وتطفي النور، ولا هتقوم تعمل لك فنجان قهوة، ويفضل لو كان سادة، وترجع برضو تحط سماعتك وتبدأ تسمع؟ الاختيارين معاك، بس افتكر ان دي الحاجة الوحيدة اللي هتعرف تختارها في القصة كلها. ولو بتخاف اطلع برا الفيديو وبس. يلا بينا. في اخر الفيديو ما تقفلش عشان عايزك في حوار. بس يلا نبدأ دلوقتي. آدم آدم ده شاب في آخر العشرينات، شغال مهندس ديكور. حياته كانت عادية جدا لحد ما قرر يشتري شقة جديدة. لقى إعلان لشقة قديمة موجودة في حي راقي جدا، ولقاها بسعر غريب ويمكن أرخص من الطبيعي بكتير. صاحب الشقة لما شافه كان راجل كبير في السن. عيونه كانت غريبة جدا تقريبا. يمكن نقدر نقول إن العيون دي مشوفتهاش قبل كده. تحسه ميت بس بيتكلم. آدم لما راح يشتري منه الشقة سأله: يا عم، يا الشقة دي سعرها رخيص ليه؟ وكان الرد بتاع الراجل جملة غريبة جدا: خد بالك، البيت ليه أبواب ما تفتحش غير باب الشقة بس. كلامه كان غريب جدا، تحسه روبوت بيتكلم. المهم انه مش بني آدم. آدم ضحك، فكره بيخرف: ايه يا عم الهبل اللي انت بتقوله ده؟ بس يا عم، بس آدم ما كانش قدامه حل تاني. مضى عقد الشقة، والراجل أول ما مضى العقد سابه ومشي في صمت مريب كده. ده حتى ما أخدش باقي الفلوس. أول ما آدم خد مفتاح الشقة ودخل الشقة حس فيها بإحساس غريب جدا. الجو يمكن كان بارد شوية، في ريحة قديمة، ريحة رطوبة، حاجة محروقة. والجدران إيه ده؟ الجدران كان فيها خدوش، كأن حد حاول يخرج منها بس بضوافره. غريبة شوية. ماشي، مش مشكلة. أول ليلة عدت عادي على آدم لحد الساعة 3 الفجر. آدم صحي على صوت باب بيتفتح، رغم إنه كان قافل كل الأبواب بالمفتاح عادي. خرج للصالة وهو ماسك موبايله ومشغل كشافه. بيبص لقى باب غريب في الشقة. الباب ده ما شافوش لما دخل الشقة قبل كده، بس باب مفتوح فعادي. قال يبص يشوف من باب الفضول. دخل من جوه الباب كده ببطء. شاف أوضة قديمة فيها مكتب خشب عليه ورقة صفرة قديمة مكتوب عليها شوية أشكال مش مفهومة كده، تحسها طلاسم، وفيها رسالة تحذير في آخر الصفحة. الرسالة دي بتقول له إيه: لو فتحت الباب الأول هتفتح باقي الأبواب، ما تخليش السابع يتفتح، خليك شاطر. إيه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يعني لو فتحت الباب الأول هتفتح السبع أبواب، ما تفتحش الباب السابع؟ إيه الكلام ده؟ وبعدين ما في باب غريب في الشقة أنا مش فاهمه. بس آدم ما كانش بيخاف من الحاجات دي، وفي نفس الوقت دافع الفضول دخل جواه، بس برضه ما يخلاش. الرعب بدأ يدخل قلبه شوية، خصوصا انه افتكر كلام صاحب الشقة ليها أبواب كتير ما تفتحش غير باب الشقة بس. ماشي، بس المشكلة بقت إن كل يوم لما يصحى يلاقي باب جديد ظهر في الشقة. كل مرة بيدخله العالم أغرب من اللي قبله. يعني الباب التاني مثلا، في تاني يوم الباب ده كان فيه مراية. لما بص على المراية دي شاف انعكاسه، والغريب انعكاسه ده كان بيتحرك لوحده، بيبصله بسخرية كأنه مستنيه يغلط مثلا أو حاجة كده. مش دي الغريبة. ماشي، الباب التالت كان مكتوب عليه طريق الرجوع مش مفتوح، بس لما دخل جوه لقى قطة سودا كده قاعدة وسط دايرة طلاسم، نفس الشكل اللي كان موجود في الورقة الصفرة في أول يوم. غريبة شوية، بس مش ده الغريب قوي. الغريب إن القطة كانت بتبصله بعين مش طبيعية، نفس عين الراجل اللي باع له الشقة. ويمكن المفاجأة ما كانتش هنا برضو، المفاجأة كانت في الباب الرابع اللي لما فتح في رابع يوم لقى جواه أوضة قديمة. الأوضة دي مفيهاش عفاريت، لأ، دي فيها الجثث.
جثث متخشبة لناس واضح ان هم ماتوا من سنين، وكل واحد ماسك فيهم ورقة بايديه وايديه مضمومة على بعضها، بس الجثث دي مش متحللة، لأ دي متخشبة، لحم كامل متخشب ناشف. الرعب دخل جوه قلبه، مقدرش يلمسهم وطلع يجري ودخل اوضته وغمض عينه ريح دماغه، انسى خالص اللي حصل. هو ما بيخافش شوية والفضول اللي كان موديه. 5 يوم وسادس يوم بدأ يظهر أبواب فيها نفس مشهد الباب الرابع، بس بقى بإضافات. مرة تطلع رياح أو هوا سخن جدا، مرة ريحة عفن من بتاعة الميتين ده. الرعب مش سايب آدم، بس الفضول هو الحاجة الوحيدة اللي مخليه مكمل، زي ما سعادتك لحد دلوقتي مكمل معاها عشان تعرف باقي الحكاية. ها فضول. يلا نكمل. بدأ بعد كده آدم يسمع صوت همسات في ودنه وهو نايم وهو صاحي، وأصوات ناس بتقول اسمه من بعيد، أصوات بتضحك كمان لما كان بيغمض عينه، كلام بلغة مش مفهومة، حاجات كلها كانت بتقابله كل شوية. طول ما هو قاعد في الشقة يخرج من الشقة يرتاح، يدخل الشقة يحس ان هو مقفول نفسيا. كل ليلة كان بيصحى يلاقي على جسمه علامات، كأن واحد ماسكه أو بيجره، قطة بتخربشه، علامات مش مفهومة. يمكن ده اللي خوفه شوية، خصوصا ان الحاجة بدأت تلمسه. بعد كده كل حاجة في الشقة كانت بتتغير مكانها، كأن حد بيعيش معاه في البيت. لا مش بس كده، ده كأنه بيرتب على مزاجه كمان. في الليلة اللي بعدها اللي هي الليلة السادسة لقى نفسه قاعد في الصالة، وشه هو اللي متخشب مش قادر يتحرك. ده في المراية قدامه ظهرت بنت. شايفك اللي من ورا الكاميرا؟ لا يا عم مش بنت حلوة، بنت لابسة اسود بالكامل، عيونها مش موجودة، تحس ان مكان عينيها مقفول، بس فيها حاجة غريبة. ايه ده؟ اغرب من عينيها؟ بتبتسم. يعني آدم مخضوش العين وخضوا الابتسامة؟ تركزش يا عم في الحاجات دي، تخيل بس، غمض عينك وتخيل المشهد. البنت دي قالت له بصوت مش طبيعي: باقيلك باب واحد، لو فتحته مش هترجع. ايوه زي ما سمعت تقريبا بنفس الصوت، باقيلك باب واحد، لو فتحت الباب ده مش هترجع. طيب ماشي، مش هفتح الباب، ماشي. واخر يوم في الليلة السابعة آدم لقى الشقة كلها تقريبا اتغيرت، كل الأبواب اللي فتحها في الأول بقت مفتوحة على بعض، وكل الحاجات اللي كان بيشوفها بقت واقفة قدامه بتبصله. لكن في باب سابع معاهم هو اللي كان مفتوح، آدم ما فتحوش، بس كان مفتوح بشكل غريب، نص فتحة. الفضول يا عزيزي، الفضول هو اللي دخله من نص الفتحة دي عشان يشوف الباب من جوه. أول ما دخل من الباب ده لقى نفسه جوه تقريبا نفس الشقة، بس الشقة مهجورة تماما، وعلى الحيطة مكتوب جملة بالدم: كل اللي كانوا هنا قبلك الفضول برضو خلاهم جزء من البيت. في اللحظة دي آدم حس بإيد بتتمد من الحيطة بشكل هو مش شايفه، بتمسكه وبتسحبه جوه الضلمة، وهوب كانت صرخة النهاية. الغريب إن بعد أسبوع إعلان للشقة تاني ظهر على النت، بس بسعر أرخص، ومستني الضحية الجديدة، قصدي مستني المشتري الجديد. اعمل بقى لايك يا عم انت وهو، وكومنتك اللذيذ يحميك من غضب أبواب الشقة، السبسكرايب بقى والجرس وراه على طول. ها نكمل. بعد اختفاء آدم الشقة فضلت مهجورة لمدة أسبوع واحد، لحد ما ظهر إعلان جديد بسعر أرخص من أي وقت عدى قبل كده. لكن اللي اشترى الشقة المرة دي ما كانش شخص عادي، ده كان الشيخ عمران. الشيخ عمران راجل في الخمسينات كده، شيخ روحاني معروف بقوته في فك السحر وطرد العفاريت، لكنه ما كانش مهتم بالشهرة، بالعكس ده كان بيدور على الأماكن اللي فيها شيء غريب، شيء مش طبيعي، وكان عنده يقين الشقة دي مش مجرد شقة عادية، لأ دي بوابة لحاجة خطيرة. طبعا انت مش متخيل ان الصوت اللي انت لسه سامعه دلوقتي ده هو نفس الصوت اللي كان بيسمعه في الشقة، صوت همسات غريبة. المهم ما تشغلش دماغك انت بس، ويلا نكمل. اول ما دخل الشقة شم ريحة غريبة جدا،
ريحة رماد محروق، ريحة جلد متفحم، على ريحة دم زفر كده. عرف في ساعتها على طول إن المكان ده فيه حاجة غريبة، بس في نفس الوقت فضوله برضه هو اللي موديه. أول حاجة عملها الشيخ لما دخل الشقة إنه طلع كتاب وبدأ يقرأ فيه، بس بدأ يقرأ بصوت عالي شوية. لكنه أول ما بدأ يقرأ سمع ضحكة مكتومة وجملة غريبة اتكتبت لوحدها على الحيطة: مش هيمشي إلا لما يفتح باب الدم. في نفس اللحظة ظهرت علامة غريبة على الأرض، أيوة نفس اللي كانت موجودة في الورقة الصفراء مع آدم، كأن فيها حد مربوط بالسلاسل. وبدأ يسمع صوت خبط مكتوم جاي من جوه الحيطان. عمران حط إيده على العلامة وقال بصوت قوي: بسم الله، مين اللي مربوط هنا؟ الصوت اللي رد كان صوت آدم نفسه. هو ما كانش يعرفه، كان بيقول له إيه من جوه الحيطة. بدأ يدقق في الصوت فطلع الكلام، كان بيقول له: ساعدني، أنا جوه، أنا مش ميت بس أنا مش حي. عمران بدأ يدور في الشقة وبدأت تظهر له البيبان عادي زي ما كانت بتظهر لآدم، لحد ما وصل للباب الرابع اللي كان مليان جثث قديمة لو فاكر. لكنه لاحظ حاجة غريبة، الجثث ما كانتش متعفنة، أيوة كانت متخشبة كأنهم محبوسين في الزمن. فجري على طول فتح كتاب قديم كان معاه غير اللي كان بيقراه في الأول بس مش باين اسمه، وبدأ يقلب فيه. وبعد لحظات قال بصوت جوه دماغه: المكان ده مستحيل يكون شقة، ده تقريبا مصيدة أرواح. أي حد بيدخل بيتحبس جزء منه هنا، والجزء التاني بيتحول لخادم في العالم التاني، وهم تقريبا بيحاولوا يجندوننا كمان. عمران كان فاهم ان لغز الشقة ده مش هيجي بسهولة، بس عادي يعني، ياما عدى عليه كتير اكتر من كده كمان. وفعلا اول ما قرب من الباب السادس وظهرت له البنت اللي عينيها مش موجودة كانت بتبتسم لآدم، كانت ظاهرة له بشكل غريب شوية. جسمها كان نصه ضبابي، وشها كان بيتغير كل ثانية، مرة بشكل بنت صغيرة، ومرة بشكل ست عجوزة، ومرة بشكل وش غريب الملامح. بس للأسف المرة دي خضته، وقفت مرة واحدة وقالت له: محدش خرج من هنا سليم، انت فاكر نفسك هتقدر علينا؟ اللي بتفكر فيه ده مستحيل. انت للدرجة دي عارفة اللي انا بفكر فيه؟ عمران بص لها وابتسم بكل هدوء وقال لها: انا اصلا مش جاي اخرج حاجة، انا جاي اعرف السر واقفل الباب على كده خلاص. اول ما قال الجملة دي كل الابواب بدأت تتحرك في وقت واحد وتخبط في بعضها، وبدأت الحيطان تنزف دم. الصالة كلها بقت مليانة همسات مرعبة، وكأن المكان كله بيصرخ او متعصب للي هو بيقوله. في اللحظة دي عمران لمس الحيطة اللي نزل منها كلها دم، وبدأ يشوف حاجة كانت موجودة زمان. بدأ يتخيل انه من حوالي 70 او 80 سنة بالتقريب كده، باين على طريقة لبسهم يعني، كان في طائفة سرية اسمها الهبتادور. الطائفة دي كانت بتعمل طقوس سودا في المكان ده او في الحتة دي بالظبط، وكانوا بيقدموا قرابين بشرية لشر موجود هنا في المكان. كل ضحية كانوا بيقتلوها كانت بتتحول لجزء من اللعنة لحد ما اللعنة وصلت تقريبا لكامل البيت. لكن اخطر حاجة شافها عمران ان في واحد من الطائفة دي كانوا بينادوه باسمه وهو بيحاول يسمعه، اسمه يوسف الكحيل. قدر يهرب منهم، لكنه هو كان السبب في فتح الباب السابع لأول مرة، ولولاه ما كانتش استمرت اللعنة. كلهم كانوا بينادوا باسمه وهم بيموتوا وقت كسر القوانين، سابهم وهرب. عمران ساعتها عرف ان الحل مش في انه يواجه اللي في البيت، لكن لو قدر يقفل على الاقل باب واحد هيضعف قوة البيت ده وهيوقف نزيف اللعنة، جايز دايما وجايز مؤقتا. عمران مسك الكتاب اللي معاه وبدأ يقرأ منه، ونسي خالص انه ممكن يعمل اي حاجة فيها كلام ربنا يمكن تقفل الغاز البيت ده. في اللحظة دي الأصوات بدأت تصرخ والجدران بدأت تتهز. اللي كانوا موجودين بدأوا يعملوا أصوات ضحكة مكتومة على أصوات صريخ، همسات، حاجات غريبة
لكن قبل ما الباب السادس ده يتقفل بالكامل، اللي ظهرت له باللبس الاسود ده صرخت بأعلى صوتها وقالت له: انت قفلت باب بس لسه في 6 غيره، وافتكر اللي جوه مش هيسيب اللي بره، وانك كده كده اضعف مما تتخيل. وصرخت بأعلى صوتها واختفت. عمران خرج من الشقة بعد ما قفل الباب السادس، حس ان الجو شوية بقى اخف عليه، لكنه كان متأكد ان الشر لسه موجود وان البيت مش هيسكت بسهولة. فقرر انه يدور على يوسف الكحيل، الشخص اللي كان سبب في فتح اللعنة من الاول، ويعرف سبب لعنة البيت ويحاول يتخلص من كل ده. لكن للأسف ما كانش عارف اللي مستنيه، واللي انت هتعرفه بعد كده معايا في الجزء الجاي، وللأسف مش هتعرف تتوقعها. ووعد مني لو توقعت اللي جاي صح، انا هقول اسمك في الفيديو الجاي وهقول انك توقعتها صح. تمام؟ نسيت اقولك، كنت قايلك عايزك في اخر الفيديو. احنا هنا بنخصص جزء من ربح القناة لعمل الخير، بنية ان اي حد بيسمع فيديوهاتنا وبيشيرها بيكون مشارك معانا في عمل الخير ده. فشير لي القناة، خلي الناس تعرفنا اكتر وخلي الناس تعرفها اكتر، وياريت تقولي رأيك في القصة، واستناني لحد الجزء الجاي. سلام.